بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها اعتقال البطل العالمي في الملاكمة الذي اعتنق الإسلام أندرو تيت بتهمة الإتجار في البشر واغتصاب النسوان أو النساء. هو عاد في نسوان بيغتصبوا؟ ده النسوان هم اللي بقوا بيغتصبوا الرجال. المهم، فقال لك الأمن هو مقيم في رومانيا، وبعدين في فتاة ناشطة في مجال المناخ طلبت يلقى القبض عليه، ألقي القبض عليه. فهو مرتكب جرائم شنيعة جدا. طبعا المكتوب على تويتر ان هو بسبب اعتناقه الإسلام فجرى اعتقاله، وانه الغرب يخشى ان الشباب الأوروبي والأمريكي يتأثر ويعتنق الإسلام. هو طبعا مشهور جدا، يعني كان عنده على حسابه على الانستجرام 4 ملايين متابع تقريبا، أغلقوه. كان عنده حساب على تيك توك حقق 12 مليار مشاهدة، أغلقوه. عنده قناة على اليوتيوب ما اعرفش فيها كام مليون وأغلقوها. المهم هو مشهور ومعروف جدا، وهو من مؤيدي اليمين المتطرف أو اليمين، يعني بلاش كلمة متطرف ده عشان ده تقييم لأفكاره، اللي هو الذكورة، وإن الراجل راجل والذكر ذكر والأنثى أنثى وكلام من هذا القبيل. وفي الآخر اعتنق الإسلام. وهو طبعا ضد أجندة المناخ وثقب الأوزون والانبعاث الحراري والحياد الكربوني، وضد الحياد الجنسي طبعا. حتى هم قالوا ان احنا مسكنا معاه بنت في قلب البتاع. هم قالوا انه تاجر في البشر واغتصب نسوان وحاجات كده، وبيعمل افلام اباحيه على الانترنت. طب يا ريت يغلقوا مواقع الاباحيه بتاع الانترنت، يعني سايبينها ليه؟ ويا ريت يغلقوا دور الدعاره والله. تعالوا نبدا. وطبعا هذه مشهد القبض عليه، واللي ألقى القبض عليه جهاز مباحث أمن الدولة في رومانيا. عندهم برضه في رومانيا مثل دول الموز عندنا جهاز أمن الدولة لمتابعة النشاط السياسي. فهو البيه شغال في النشاط السياسي. طبعا هو أمريكي الجنسية، مولود في أمريكا، أمريكي الجنسية وبريطاني، ووالده أصلا أفريقي، واعتنق الإسلام منذ شهرين. هنا حضراتكم لحظات اعتقاله والقبض عليه. تعالوا نشاهد. Nothing else? No. Okay. Can go. At the table. Okay. هنا الأسباب المعلنة القانونية لأسباب اعتقاله. فهنا حضراتكم الجهة اللي اعتقلته اسمها ديليكوت، اللي هي يعني مباحث أمن الدولة عندهم، زوار الليل يعني. وده مثلا خبر نشر في صحيفة ليبراتوتو تقريبا باللغة الرومانية، ممكن تكون معناها الحرية يعني. المهم بقى شوف التعليق اللطيف. فبقول لك تتعلق القضية أيضا بالبريطانيين، هم بريطانيا، أندرو تيت وأخيه تريستان تيت، حيث تم العثور في فيلته على شابة تحمل الجنسية الأمريكية ومعها الجنسية الرومانية. يعني مش تم العثور في شقته مثلا على طن مخدرات أو تم على كوكايين ولا بتاع، لا هو إيه؟ طب واحد معه مرة في البيت، يعني وفقا للقانون الروماني والقانون العالمي الآن، يعني لأنه طبقا للدين الباطل الذي يحكم العالم إنه الزنا مباح. فهم عثروا وبيقولوا إحنا عثرنا على امرأة معه. طب ما المشكلة بعد كده والله تبقى جريمة، لأن إحنا داخلين حالا ضمن الأجندة العالمية الآن مسألة إنه ممنوع الرجالة تقترب من النسوان. هم كانوا الأول بيقولوا ممنوع الرجالة تقترب من النسوان في حالة زواج، لكن دخلنا الآن في الغرب وفي أمريكا وكذا
اصبح تعريف الاغتصاب، يعني هو متهم بالاغتصاب. المفروض بقى الجيران سمعوا صوت استغاثة امرأة، فهرعت الشرطة الهمامة وقفزوا ودخلوا عليه في حالة تلبس، وهو ماسك المرأة وبيضربها بالبوكس في وشها وبتاع وهذا بقوي. لكن نكتشف ان هم دخلوا مفيش حاجة. وبعدين بيقولوا القضية بدأت امتى يا جماعة؟ في ابريل، يعني القضية شغالة من 8 اشهر في اغتصاب. طب هو اغتصاب من 8 اشهر، اين كنتم من 8 اشهر؟ لكن هو قال لك ايه، ممكن هو ياخد بنت او امرأة وبعدين هو بيمارس معاها العلاقة، وبعد ما يمارس معاها العلاقة وبتاع وتمشي تروح تشتكي انه اغتصبني. ازاي؟ زي ما هو عملوا كده مع راجل داعي المسلم اللي كان طارق رمضان تقريبا في فرنسا. البنت قالت رحت له الفندق وبعدين هو خدني على السرير ونيمني، بس انا ما كنت في النص ما كنتش موافقه، فهو كده اغتصاب. فالان تهمه، انت تستطيع ان تعتقل اي شخص في اوروبا او اي سياسي عاوز تعتقل بايدن رئيس الامريكا تعتقله بتهمه الاغتصاب، لانه اكيد مشي مع بنت وسهل تقول لك انا من 10 سنين كنت رافضه. المهم، فادي الكلام اللي هم ايه، تهمه الاغتصاب. هنا حضراتكم بقى ايه الروايه الحكوميه الرسميه بقى، انتوا عارفين يعني زي عندنا كده، ده الجهه ديليكتو، فبيان صحفي بتاريخ كذا. المهم ان مديريه التحقيق في الجريمه المنظمه، انت قال خطير، والارهاب، يا ساتر يا رب، ده منتمي لداعش ولا ايه؟ وقال لك ان هم عملوا تفتيش منزلي في قضيه يتم تحقيق ارتكاب جرائم بيشكلوا جماعه اجراميه منظمه، الاتجار بالبشر، ما نعرفش باع مين ولا اشترى مين يعني، والاغتصاب، اغتصب مين؟ ايضا لم يذكروا اسماء، قالوا فيه 6 بنات ولا 6 نسوان ولا بتاع. ويقول لك لحظ انه في بدايه عام 2021 شكل 4 مشتبه بهم، مواطنان بريطانيان اللي هم اندرو تيت واخوه، ومواطنان رومانيان تقريبا المراه اللي معاهم، مجموعه اجراميه لارتكاب جرائم في اراضي رومانيا وفي بلدان اخرى مثل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا العظمى، وبيتاجروا في البشر. وان هم كانوا بيعملوا تحريف لنياتهم، يعني بيستغلوا المرأة، يقول لها انا هعمل لك علاقة زواج او هنجيب واحد يعيش معاكي في مساكنة، عشق يعني حرام، وجود مشاعر حب حقيقية، وبعد ذلك يتم ايوائهم في مباني في مقاطعة الفوف، حيث يتم استغلالهم جنسيا من قبل اعضاء المجموعة من خلال ممارسة عنف جسدي واكراه عقلي، من خلال الترهيب والمراقبة المستمرة والسيطرة والتذرع بالديون المزعومة، واجبارهم على اداء مشاهد اباحية لغرض إنتاج ونشر مواد بهذه الصفة من خلال منصات التواصل الاجتماعي، والخضوع لتنفيذ عمل جبري. حتى الآن تم التعرف على 6 ضحايا تم استغلالهم جنسيا من قبل هذه المجموعة الإجرامية. أنا لا أبرئ من هذه الوقائع لأن ما نعرفش، يعني ليس أمامنا ملف القضية، لكن هو لا يحتاج إن هو يعمل عملية إيقاع ب6 نساء، أصلا يذهب إلى أي دار دعارة في رومانيا ولا في بلغاريا ولا في روسيا ولا في فرنسا ولا في الدول الأوروبية كلها دور دعارة، ويعمل عقد رسمي. وأصلا ده في صديق امبارح أرسل لي إحصاءات المواقع الإباحية في العالم، كارثة تقريبا كده، حاجة مذهلة يعني، الواحد لم أكن أتخيل يعني. فأنت لو عايز حضرتك تعمل موقع إباحية للدعارة وقلة الأدب والكلام ده على الإنترنت، ده بشكل قانوني، وبتجيب أي امرأة ويعني اللي خايفين على النسوان، يعني خايفين على النساء، والله لو خايفين هم عندهم خوف على النساء كانوا أغلقوا مواقع الإباحية، كانوا أغلقوا دور الدعارة. لماذا الجمعيات النسائية لا تفتح فمها بكلمة على النساء اللي بتعرض على المواقع الإباحية بشكل قانوني؟ يقول لك هذا عقد، ده المهنة ممثلة إباحية، والمهنة عاملة الجنس، وشروط عقد، الراجل هيطلبها بالساعة، هنا في المرأة نفسها تستأجر والعياذ بالله. هو في احتقار للمرأة أكثر من هذا؟ أين المنظمات النسوية؟ ولا حاجة. طيب، فهو لو عاوز يجيب 6 نسوان ولا يجيب امرأة، ما في 100 امرأة، يجيب 1,000,000 امرأة موجودين في أوروبا وأمريكا بالركب يعني يا جماعة، وككل شركات الدعارة اللي شغالة بشكل قانوني ورسمي وتدفع ضرائب وكل حاجة. يعني ما في داعي ان هو يعني يدخل في هذه المسائل. يعني سبب اعتقاله الحقيقي هي هذه الفتاة، بنت عندها 21 سنة تقريبا او 19 سنة، وهي بنت سويدية، وهي من الناشطين في مجال المناخ. فهي شتمته وقالت له انت ولد ملوث للمناخ، لأنه عندك 33 سيارة ملوثة فارهة ملوثة للمناخ. فهو اندرو تيت ده قال أنا كافر أصلا بالمناخ وثقب الأوزون وثقب البطيخيط والكلام الفاضي ده الكلام ده. فهو طبعا كترامب أيضا الرئيس الأمريكي لا يعترف بأجندة المناخ ولا بثقب الأوزون ولا بالترانسفير ولا الأتموسفير والحاجات اللي هي فير فوق دي. فالمهم، فهو عمل فيديو سخر منها، فهي طبعا بلغت عنه، فجابوه من قفاه. تعالوا نشاهد هذا الفيديو.
I'm obviously a stranger to online controversy. It's not something I often do. But now, the mainstream press is commenting on the fact that I was informing Greta that my very extensive car collection with internal combustion engines, which run on dead dinosaurs, have an enormous emission profile. And she replied by telling me her own email address. Greta's email address is, I have small dick energy. طبعا دي جريمة كبيرة جدا ان هو يسخر من ناشطة في مجال المناخ، خاصة ناشطة كبيرة يعني. انت كان ممكن تسخر من بايدن مفيش مشكلة، تسخر من رئيس، يعني لو سخرت من كل الحكام الطراطير في اوروبا ما في مشكلة، لو سخرت من رئيس امريكا بايدن نفسه ولا حد كان هيهتم بيه ولا اي شيء خالص. فيدل ان هو ايه، دي هي من اصدرت الامر بالقبض عليه، او يعني الجهات التي خلفها، لان هي شخصية دولية كبيرة يعني كما سنعرف. ففي بعض الناس قالوا ده هو اشترى بيتزا وده اسم المحل البيتزا وهنا الباركود او بيسموه بالعربي نسيت، المربع، فعرفوا مكانه يعني، فالشرطة ذهبت اليه واعتقلته. طبعا ده كلام عبيط، لانه هو مقيم في فيلا في رومانيا ومقيم من 5 سنوات ومعروف عنوانه ومعروف كل شيء، واصلا كان في الامارات من شهرين وعاد لرومانيا عن طريق المطار، ويعني وعنده تليفونات وعنده اتصال وفي كاميرات وبيسير في الشارع، يعني شخصية علنية يعني، وعنده طائرة خاصة تقريبا. لكن لماذا الآن انتوا عنده قضايا اغتصاب وهو منحرف وابن 60 في 70؟ لماذا تركتوا كل هذه السنوات؟ خاصة ان هو متهم بالاعتداء على النساء والكلام ده من 2016 والآن عام 2022، 6 سنوات والقضايا في الدرج. مين اللي خرجها؟ دي زعلت او هو زعلها يعني. حضراتكم هنا حساب النشيطة دي اسمها ايه؟ جريتا ثونبيرغ، سويدية، عندها كم مليون متابع؟ 5,600,000 متابع، وهي عندها 19 سنة فقط. وبعدين هي بتطالب بإلغاء الطيران، وذهبت للمحيط بالأمريكا من السويد لأمريكا، مش عارف في لانش شغال بالطاقة الشمسية والألواح البطيقية والحاجات الخاصة دي. فشكله هيوقفوا الطيران في أوروبا وأمريكا يعني، يبقوا عملوا خير للبشرية يعني. احنا طبعا ما بنركبش طيارات. طيب المهم، فهي مع إغلاق المصانع وإغلاق الحاجات دي كلها والناس تتوقف عن أكل اللحم، هي نباتية يعني، وهي بتقول إنها نباتية، وإحنا كنا معاها في البيت تعرف هي بتاكل فراخ ودجاج ولا بتاع. المهم يعني إحنا طبيعي لا بناكل لحم ولا بناكل فراخ ولا بناكل حاجة، إحنا مجوعين لو بنموت من الجوع، والله إحنا بنجوع تراب أصلا. وهيوقفوا المطارات، يوقفوا، إحنا ما بنركبش الطيارات، ما فيش طيارات، معاش فلوس نركب طيارات، إحنا بنغرق في البحر حضرتك، وإحنا بنهرب لإيطاليا ولا للدول هجرة غير شرعية. المهم هي ست رايقة يعني. هنا أيضا فيديو آخر هو سخر منها بقى، وهذا الفيديو يعني أيضا اللي سبب اعتقاله. This is all wrong. Why? I shouldn't be up here. You have stolen my dreams. Yet. لما بدأ في الملاسنة معها على تويتر، والله ما كل واحد يعتقد ملاسنة على تويتر تسبب في اعتقال شخص يعني. بدأ باستعراض سيارته الفارهة على تويتر كما نشاهد، وهنا نشر صورة سيارته، وهو كان بيرد على التغريدة بتاعتها، فكتب قائلا مرحبا، اسمها ايه البنت يعني، لدي 33 سيارة وعندي محركات توربو وهي رباعية الدفع وسعة كذا لتر، مش فاهم في الحاجات دي يعني، وهي فيراري، سيارات فيراري مش عارف بتحتوي على كام، 6 لتر مش عارف في ايه، وهذه مجرد بداية، يرجى تقديم بريد إلكتروني حتى أتمكن من إرسال قائمة كاملة بمجموعة سياراتي والانبعاثات الهائلة لكل منها. يعني بقول لها إن أنا ملوث للبيئة وأنا عندي كذا، فهنا طبعا هو مرتكب جريمة ضخمة جدا. أنا بشوف التلفزيون الألماني العربي كل يوم فيلم وثائقي عن البيئة، فاليوم شاهدت فيلم عن إنه بنجلاديش بتغرق، ومن يومين او كام فتره كده في فيلم وثائقي ان مصر بتعطش. فالواحد ما عادش عارف هو الاحتباس الحراري ده هيزود المياه المطر ولا هيقللها ولا هيعمل ايه، وانه السلوك بتزيد ولا السلوك بتقل، والجزيره العربيه بينزل فيها ثلج يعني، فالمفروض السلوك بتزوف في الشمال، طب وليه بتنزل في سلوك ما اعرفش. المهم مش خبير انا في البيئه. المهم يعني هو بيقول لها انا كافر بموضوع التغير المناخي والتغير الحراري وثقب الأذون والقصص دي. فالبيه بيهدم كل الجهد المعمول إعلاميا في المجتمع الغربي. طبعا حضراتكم هنا صورة للبنت، وما بقى حاملين لها صورة بقى في كل العالم وبتاع والدول الأوروبية والكلام ده.
بس مش عندنا طبعا، احنا عندنا جدران وسخة يعني. فعاملين بقى ايه، انه المية هتزيد والمش عارف السلوك هتسيح واحنا هنغرق بقى. وهي غرقت اهي، احنا غرقانين اصلا. وهنا بقى هي ايه، بتركب العجلة اهي، تفكرنا بقى بايام شبابي بقى، العجلة والجنزير والحاجات دي اهي. بس العجلة بتاعتك مصدية قوي كده ليه؟ هنا الأستاذ سفيان السامرائي كتب بيقول: هذا الفيديو هو السبب الرئيسي الذي نشره أندروتيت قبل اعتقاله، واستفز الدولة العميقة وفتاة التغيير المناخي التي يقف وراءها يسار العولمي. أي واحد يحاول أن يلعب معهم لن يسامحوه طبعا، حسب الرأي السائد من وجهة نظر كثير من المشاهير والإعلاميين وصناع القرار. أيضا هو كتب تدوينة لما الشرطة بقى راحت فتحت بيته وألقت القبض عليه، فكتب: أرسلت الماتريكس هو فيلم يعني إن فيه المنظومة العالمية يعني، وهو الفيلم يدور إن فيه منظومة بتحكم العالم وهتزرع شرائح في مخ الإنسان وهتغير البشر وهتعمل الراجل يتجوز راجل والمرأة تتجوز المرأة والراجل يتحول لمرأة والمرأة تتحول لراجل والكلام ده، وممكن الراجل بعد كده يتجوز كلبة وكلام من هذا القبيل يعني. فأرسلت الماتريكس وكلاءها أو عملائها. وأيضا كتب تدوينة أخرى إن الماتريكس ستخبرك المنظمة أو المنظومة الحاكمة العالم يعني فقط بما تريد المصفوفة أو الماتريكس المنظمة يعني أن تصدقه، يعني الإعلام مزيف. انتبهوا مثلا التدوينة دي جابت كام يا جماعة؟ 4 مليون مشاهدة. يعني هو بيدمر كل الشغل اللي هم عملوه بالنسبة للشباب الغربي. هنا مثلا هذه التدوينة على تويتر حققت 43 مليون مشاهدة، فتأثيره أقوى من قنوات إعلامية ضخمة. مثلا حضراتكم هنا لما نشر صورته الفارهة، صورة سيارته الفارهة، حققت 167 مليون مشاهدة. تخيلوا. فالشباب الأمريكي والبريطاني تحديدا مقتنع بيه. البعض أرجع سبب اعتقاله إلى اعتناقه الإسلام. هو اعتنق الإسلام في شهر أكتوبر الماضي منذ شهرين فقط، وكان في دبي في الإمارات، وهنا هو بيصلي في المسجد. تعالوا نشاهد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. هنا فيديو كوميدي مضحك. هو شخص مفوه بليغ يعني. المذيع بيقول له: أنت الآن بقى أصبحت مسلم أو كان هيكون مسلم حاجة زي كده. فيقول له: ما رأيك في قرار حركة طالبان بإيقاف الدراسة في الجامعات للطالبات إلى آخره؟ فقال له: والله يعني هي طالبان دي وحشة وسيئة وكل حاجة، فأنا بقترح إن احنا الجمعيات النسوية اللي عندنا احنا بنقول إن المرأة أقوى من الرجل، فاحنا نسلحهم ونرسلهم إلى طالبان يحاربوا طالبان ويهزموا طالبان ويرجعوا الدراسة في البنات للجامعات. فبما ان النسويات قويات واقوى من الرجل، المرأة اقوى من الرجل، نعمل جيش منهم ونرسلهم على افغانستان يحاربوا طالبان. يا عم الجيش الامريكي 20 سنة ما عرفش يغلب طالبان، هتبعت لهم المهم تعالوا شاهد. Praised the Taliban in the past. Would you do so again tonight? I believe that the Taliban bring law and order. America left, they left a power vacuum, and the power vacuum is now full. My view is that people naturally gravitate towards law and order, and if you didn't have the Taliban, you'd have different warlords operating in lawlessness. Only tonight they have banned any women from going to university. Fantastic. Let's get the feminists to go and teach them a lesson. The feminists are so tough, and they stand up and say they can do anything a man can do. Let's arm them up and send them to Afghanistan. I'm sure they'll fix it. Women are just as capable as men in terms of combat, like feminists pretend they are. They can go over there and they can deal with the Taliban. A lot of women do go to combat. Exactly. So they can go deal with the Taliban. It's nothing to do with me. They can stand up and fight for their own rights. And I think the feminists are going to arm themselves. They're going to show us that they can do anything a man can do. They're going to go over there to combat and they're going to teach Taliban a lesson. I'm not going to go to war with the Taliban. أيضا كان له فيديو سابق بيتحدث عن أنهم سوف يقتلونه، لكن لو قتل بالرصاص هيصبح شهيد. فالصح إيه؟ يقتلونه معنويا. اغتصب النسوان، قليل الأدب، مش عارف ضرب بنت في فمها فكسر حاجة زي كده يعني، أمور هكذا. الله أعلم هو حصل ولا ما حصلش يعني، أنا ما شفتش، ولكن هو كشاب أمريكي ولا شاب بريطاني وللأسف الشديد أنه ما هو إلا واحد من ملايين الشباب الذين يفعلون هذا في أوروبا وفي أمريكا، ولا أحد يقول لهم شيء. يعني أنتوا لما هو بقاله كم سنة وكم ملاكم وبتاع كذا وكل هذا، لماذا تركتوا كل هذا؟ فالمسألة، أنا مرة صديق في باريس أرسل لي فيديو
بنات ماشيه في الشارع لابسه لبس كده وفوق الركبه ويعني لبس خليع، لكن البنات بقى ماشيه ولا ماشيه ايه، لابسه كعب. البنات يجي 4-5 بنات، وبعدين عيال شباب ماشيين معاهم، كل ولد يمسك بنت من شعرها من هنا يعمل ضفيره ويقوم شاددها على الارض، ولا كانك بترمي كوبايه على الارض، والبنت تقوم ويرميها تاني، والناس ماشيه سايباهم والعربيات. هو فين حقوق المراه وفين كرامه المراه وفين كذا؟ فقلت له يا فلان ايه ما هذا، يعني كل الناس دي ماشيه والنساء تضرب كده، مفيش مروءه مفيش نخوه، والعيال الشباب اللي بيضربوهم دول ما عندهمش قلب ما عندهمش رحمه. اللي ابدا، اصل هم هؤلاء البوي فريند بتاعهم، يعني دول الشباب اللي بيناموا مع البنات دي. فالبنات لو اشتكت للبوليس هيبقى سمعتهم بين الشباب سيئه، فالبنات دي لن تجد ذكورا يركبوه. انا اسف في التعبير يعني، انا اسف. فتخيلوا وصل الامر الى انه اصبحت المراه بتشحت راجل يعني. اين بقى يعني هم بيعلموا الشباب الاوروبي ايه غير العنف والضرب ومين اللي مطحون في المسألة دي كلها؟ المرأة في اوروبا والمرأة في امريكا. يعني اتعس حياة تعيشها المرأة الأوروبية والأمريكية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعتقد أنه قبل الإسلام ممكن يكون فعل، الله أعلم يعني، لكن هم كل الشباب الأوروبيين بيفعلوا، ودي إنتاج تربية مدارسهم. وفرنسا أكثر بلد للتحرش والجنس والكلام ده كله. And who is they? Well, that's a good question. I understand that you get 3 strikes in this game. Strike 1 is they try and shut you up and discredit you, which I've just been through. Strike 2 is they try and put you in jail for no reason. And strike 3 is they kill you. And one of my strikes is now gone, and I now firmly believe that they're going to try and kill me because they want me to be quiet and I'm not being quiet. And I have huge amounts of influence, and people have car accidents, people get robbed, people get shot. أنا حسب رولا جبريل تقول يعتبر اعتقال أندرو تيت بمثابة تذكير صارخ بصناعة معادية للمرأة لا تزال تستفيد من الكراهية والعنف ضد المرأة، تهديدات الاغتصاب عبر الإنترنت والإباحية الانتقامية مرفوضة باعتبارها دعابات، وتتنكر في صورة مناصرة لحرية التعبير، في الواقع أنها اعتراف بجرائم أو دعوة. يعني هي مع اعتقاله طبعا يعني. طبعا هو كان بيقول لك ان هو بيخبر عن المؤامرة العالمية، بيقول لك انه من واجبي الأخلاقي أن أحاول إيقاظكم جميعا عندما يسأل أطفالي عما فعلته أثناء الاستعباد العظيم. الاستعباد العظيم ده اللي كانوا بيقولوا ترامب وبيقولوا بوتين. يمكن أن أقول لهم أنني ساعدت أي شخص يستمع لي أو يشاهدني. هنا الصحفي من دولة مالي حمدي جوارة يقول: أسلم الملاكم المفوه أندرو تيت منذ أيام، وقد بدأ منذ ما قبل إسلامي في الدفاع عنه، وقد أزعج ذلك كثيرون لأن أكثر الشباب الأمريكي يستمع له. اليوم لفقوا له قضية بتهمة الإتجار في البشر في رومانيا حيث يقيم هناك أحيانا. هم لا يريدون أن يخرج مالكوم إكس جديد في تلك البلاد. هنا الأستاذ حامد العلي كتب: الشرطة الرومانية تبث فيديو اقتحام منزل أندرو تيت بطل العالم بفنون القتال الذي أعلن إسلامه، فبدأت التهديدات تلاحقه. أستاذ سمر جراح كتبت تقول: إلقاء القبض على أندرو تيت وأخيه بتهمة الإتجار بالبشر والاعتداء الجنسي على السيدات. ظهر في فيديو يتحدث بقذارته المعهودة عن ناشطة البيئة جريتا، وطلب بيتزا، وعرفت السلطات الرومانية بوجوده على أراضيها من اسم مطعم البيتزا. ظهر مؤخرا بفيديو وهو يصلي في جامع بدبي. ختاما، أعتقد الجرائم التي ارتكبها أندرو تيت هي: 1. كفره بقضية المناخ والتغيير المناخي واستهزاؤه والسخرية بها. دي أول حاجة. احنا شاهدنا الفيديو اللي عمله عن السيارات أو الصور واللي كتبوا عن السيارات حقق 167 مليون مشاهدة في أمريكا وبريطانيا بالأساس يعني. فهو كده طبعا يعني بيحطم في أهم أفكار الدين اليساري اللي هي إن في أزمة مناخ. فدي أول جريمة. الجريمة الثانية بقى إنه خبط مع البت الناشطة، وهو عنده مشكلة، هو ذكوري، فهو من وإيد الذكورية. واحنا الآن الدين اليساري بيقول إيه؟ عاوزين حياد كربوني، يعني صفر الكربون أو حاجة زي كده، وعاوزين حياد جنسي، يعني الراجل ما يعرفش يدخل في علاقة مع المرأة، لا حلال ولا حرام. احنا هيجي في وقت يقول لك ايه: وقد ضبطوه متلبسا مع امرأة. هو الآن يقول لك ممنوع الزواج، فطلعوا القوانين اللي احنا عارفينها، لكن ممكن نخش في مسألة الحياد الجنسي، الراجل يصبح مخصي يعني. امال ما كانوش عاجبوهم المخصيين اللي في التاريخ يعني. طيب المهم الجريمة الثالثة بقى، ودي أنا أراها أخف يعني، مش السبب المباشر للقبض عليه، إنما يعني هي فوق البيعة، إنه اعتنق الإسلام. طبعا إتجار في البشر والاغتصاب والنساء والكلام ده كل الشباب الأوروبيين وكل الساسة الأوروبيين يفعلونه يعني، كلهم يرتكبون هذه الجرائم. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت،
وفي الختام هنا فيلم عن عالم الإيحاء الفرنسي موريس بوكاي عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فأرجو لمشاهدة هذا الفيلم. هنا في فيديوهات على اليوتيوب أرجو مشاهدتها، أسفل الفيديو رابط صفحات على الفيسبوك وتويتر ورابط قناة على التليجرام أرجو الاشتراك فيها. هنا قناة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأئمة في مجال التاريخ. أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.